لكن التركيز الأكبر على فهم السمات دي نفسها، لأنها بقت ظاهرة منتشرة. الكتاب بيحدد مجموعة سمات أساسية للشخصية النرجسية. أول حاجة الصورة الذاتية المتضخمة دي، اللي هو شايف نفسه وقدراته وحياته أكبر بكتير من الواقع، مبالغة يعني. وتاني حاجة، ودي نقطة جوهرية بصراحة، الشعور الحاد بالتميز والتفرد. بس مش أي تفرد، يعني إيه مش أي تفرد؟ يعني مش مجرد إنه حاسس إنه مختلف زي ما كلنا مختلفين، لأ، ده إيمان داخلي بإنه أحسن من غيره، إن في ناس وهو في حتة تانية لوحده. تمام. ومعاهم كمان بنلاقي الاحتياج ده اللي هو الحاجة المستمرة والملحة للإعجاب والتقدير من الناس، يعني لازم يحس إن الناس كلها شايفاه عظيم ومميز طول الوقت. بالظبط، تقدير خارجي دايما. ده غير بقى الشعور بالاستحقاق، كأن القواعد العادية دي مش عليه هو يستاهل معاملة خاصة، مميزات استثنائية، كل حاجة أحسن من غيره.